السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة من وصفات مطبخ التوأم. كنتمنىكم أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم بلاطو ديال المملحات اللي كيجي راقي وتحطيه في الطبلة ديالك بوجهك حمر بمذاقات وخمس أشكال وحشوات مختلفة ومتنوعة ولذيذة. كنتمنى أخواتي تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تشوفوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. ولي اول مره كتشاهد القناه كنقول لك اختي مرحبا، كنتمنى تشتركي في القناه باش يوصلك كل ما هو جديد، وما تنسونيش بواحد اللايك فضلا وليس امرا ومن صالح دعواتكم. ونمروا مع الوصفه الاولى، الكورني بصدر الدجاج. خديت واحد المقلاة غادي نوضع فيها بصله متوسطه مقطعه الى مكعبات صغيره، فلافل ملونه حتى هي مقطعه الى مكعبات صغيره، زيت الزيتون، الملح على حسب الرغبه. غادي نخلط هذا الخضر وغادي نوضعهم فوق النار اللي كتكون متوسطه حتى ينزلوا واحد شويه. من بعد كنضيف النصف صدر الدجاج اللي مقطع الى مكعبات صغيره وكنخلط. كنضيف ورق الرند او ورق الغار، ملعقه كبيره من توابل الشاورما اللي سبق لي وجدتها معكم في القناه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. غادي نخلط هذا الخضر مع صدر الدجاج حتى يتبخر تماما من ديك الماء ويتشحروا مزيان، وغادي نطفي النار وغادي نمر نوجد هذه المملحه. خديت هنا الخبز ديال التورتيلا او الخبز ديال التاكوس، غادي نقسمه على 3، تقدروا تقسموا حتى على 4، يبقى لكم الاختيار. غادي ناخذو غادي ندهنو بشويه ديال صلصه الطماطم وغادي نلفو على شكل كورني، وفين غادي تلقاو غادي ندهنو بواحد شويه ديال صلصه ديال الطماطم، حيت هي اللي غادي تشد لينا هذا الكورني باش ما يتحليناش ملي نخرجوه من الفران. غادي نشدو بواحد كوردون وغادي نعمرو بديك الحشوه اللي وجدتها معكم. غادي نوضعهم في واحد الطاوه اولا واحد الصينيه حتى نكمل هذه الكميه كامله ديال هذا الكورني. من بعد غادي نضيف لهم شويه او القليل من الجبن من الفوق، سواء الجبن الاحمر المحكوك او الجبن ديال الموزاريلا، كيبقى لكم الاختيار. وندخلوهم الفران غير يذوب ديك الجبن، ما نخليوش حتى يتحمر لينا هذا الخبز ديال التورتيلا. من بعد ما كيذوب هذا الجبن كنخرجوهم من الفران نحيدوا لهم ديك الكوردون باش ما نساوهمش، وكنقدموهم. وغادي نمروا مع المملحات الثانيه. عندي هنا الخس اللي غسلته ونشفته مزيان من الماء، عندي السلامي كيتباع عند المحله ديال المغاربه، عندي هنا الجبن شرائح الجبن، وعندي هنا الجزر اللي مغسول ومحكوك في الحكاكه الرقيقه ومعصر من ديك الماء ديالو، عندي صلصه المايونيز، وعندي الخبز ديال التورتيلا. غادي ناخذ المايونيز غادي نضيفوه على الجزر، وضروري الجزر تعصروه من ديك الماء باش ما تجيش هاد المملحه فازقه بالماء. خديت هنا الخبز ديال التورتيلا ودهنتها بالخليط ديال الجزر والمايونيز. غادي نستف عليها الخس. انا الخس حيت له ديك الوسط ديالو اللي كيكون قاسح، وغادي نستف عليه شرائح ديال الجبن اي جبن عندكم في الدار خدموا به. غادي نستف عليه شرائح ديال السلامي، انا نقص منهم ما حيت جاوني طوال واحد شويه. وغادي نلف هاد الخبز هذا غادي نلفه وانا كنزير باش ما يجيش ديك الفراغ في الوسط. هاد المملحه كتجي خطيره في المذاق وبنينه وسهله في التحضير كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. غادي نحيد ديك الطرف الاخير وغادي نقطع، وغادي ناخذ القياس بديك الطرف الاول باش يجوني مقدين في في الشكل ديالهم، ما يجيش شي صغير شي كبير. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد المكونات اللي عندي وهاد الخبز. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه. غادي نزينهم هنا بالانصاص ديال الطماطم الصغيره مع هاد الجبن هذا اللي كيتباع في المحلات التجاريه، وغادي نثبتهم بهاد العواد هادو غير باش هاد المملحات ما يتحلوش ملي نجيو نهزوهم. دابا غادي نمروا مع المملحه الثالثه والرابعه اللي غادي نوجدهم بنفس العجين. غادي نحتاج هنا نصف كيلو 500 غرام من الدقيق الابيض اللي عندي مغربل من قبل، ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، نصف ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من السكر، ملعقه كبيره من زيت الزيتون، نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات، الثوم بودره،
غادي نضيف هنا 150 مليلتر من الحليب الدافئ، يعني هذا الكاس هذا القياس ديالو 150 مليلتر. غادي نجمع غير واحد شويه، وغادي نضيف ملعقه كبيره من الزبده الحيوانيه تكون بحراره الغرفه. وهنا عندي كأس من الماء الدافئ، يعني 150 مليلتر. غادي يبقى نضيفه بالتدريج وانا كنجمع في العجينه. شط لي تقريبا ملعقه كبيره، يعني كيبقى على حساب الدقيق. يقدر ياخذ لكم 150 مليلتر ديال الماء، ويقدر ما ياخذ لكمش هذا القياس هذا كامل. غادي نجمع العجينه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، ونغطيها بالسلوفان ونغطيها بواحد المنديل ونخليها حتى تختمر على الاقل مرتين. انا هنا ماشي اختمرت، انا هنا فاضت، كانت غادي تفيض. مشيت جبت ولادي من المدرسه، جيت لقيتها تبارك الله اختمرت وفاتت الاختمار. المهم غادي نخرج منها الهواء، وغادي نقسمها على جوج باش نخرج منها ميني سندويتشات وميني برجر. غادي نقطعها على جوج. دابا غادي نبدا في التشكال ديال ميني برجر. غادي نعمل فيهم في القياس ديال هاد الكويرات هادو، غادي نعمل فيهم تقريبا 25 غرام باش نتحصل على ميني برجر وميني سندويشات كيكونوا صغارين في الحجم ديالهم. من بعد ما كنشكل كويرات بهذا الحجم هذا، غادي نستفهم في واحد الطاوه اللي عندي مفرشه بورق الفرن. كيف ما يمكن لكم دهنوهم، غير دهنوا الصينيه غير بالزبده وترشوا عليها الدقيق، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنستفوا ميني برجر في الصينيه كنغطيهم ونخليهم يختمروا. بالنسبه للميني سندويتشات غادي نسرح هاد الكويرات هادو وغادي نلفهم على شكل ميني ساندويتش او ميني باغيت. ضروري نشدو ديك الفتحه او ديك الطرف الاخير باش ما يتحلوا ليناش ملي يطيبوا في الفران. وغادي نستفهم حتى همايا في الصينيه ونغطيهم ونخليهم حتى يختمروا. ملي كيختمروا غادي ناخذ هنا صفر بيضه وزدت عليها صلصه الصوجا ومن بعد القطرات من الحليب. غادي نخلطو مزيان وغادي ندهن بهم ميني برجر من الفوق، وغادي نرش عليهم الزنجلان الابيض. تقدروا تستغنوا على الزنجلان وترشوا عليهم الشوفان، كيبقى لكم الاختيار. عندي الفران كيسخن من قبل، غادي ندخل هاد ميني برجر حتى يطيبوا من التحت ونطلع الصينيه الفوق ويتحمروا من الفوق. ملي نخرجهم نغطيهم بواحد الفوطه باش كترجع لهم الحراره وكيرطابوا. نفس الشيء بالنسبه للميني باغيت او ميني ساندويتشات، حتى هما دهنتهم بالصفار البيضاء وضفت عليهم حبوب الخشخاشه والبافو من الفوق ودخلتهم الفران يطيبوا من التحت ومن الفوق. ملي خرجتهم غطيتهم بواحد الفوطه. هنا خديت القمرون، زدت عليه واحد شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه شويه ديال الابزار وصوتيتهم، وحيت هذا القمرون هذا باش نزين بهم المملحه الخامسه والاخيره. وفي نفس المقلاة زدت فيها واحد شويه الزيت، البوارو مقطع دوائر، وغادي نزيد الفطر المعلب اللي مقطع طريفات صغار. غادي نشحرهم واحد شويه. زدت هنا توابل ديال السمك والملحه وغادي نحرك. هنا ضفت القمرون اللي كان عندي في المجمد، كان عندي غير واحد شويه، وزدت واحد شويه ديال القمرون الطري اللي قطعته طريفات صغار. غادي نشحرهم وغادي نزيد ملعقه كبيره من الجبن الابيض وغادي نخلط. دابا الحشوه عندي جاهزه باش نعمر بها ميني ساندويتشات. ميني ساندويتشات هما دابا من بعد ما بردوا واحد شويه غادي نقسمهم وغادي نعمرهم بالحشوه اللي وجدتها. كيجيو لذاذين بزاف هاد ميني ساندويتشات مع هاد الحشوه اللي فيها الجبن، كتجي واحد المذاق ما نعاود لكمش. المهم جربوهم وردوا عليا في التعاليق. صافي كنعمر هاد الكميه اللي عندي ديال الميني برجر عفوا ديال الميني ساندويتشات. وبالنسبه للميني برجر غادي نحتاج هنا واحد الكميه من اللحم المفروم، يعني الكفته، بصله صغيره محكوكه، عندي القرعه خضراء محكوكه ومصفيه من الماء ديالها، عندي تقريبا ملعقه صغيره عامره من القزبر والمعدنوس مقطعين قطع صغيره، عندي توابل ديال الكفته، عندي الملحه، شويه ديال زيت الزيتون،
نص ملعقه صغيره من البابريكا او الفلفله الحمراء. غادي نخلط مزيان هاد الكفته مع هاد التوابل وهاد الخضر. غادي نشكل منهم كريسات اللي كيكونوا صغار على حسب القياس ديال الميني برجر. وغادي خديت انا واحد المقلاة دهنتها غير بشويه ديال الزيت، وغادي نقلي فيها هاد الكفته هادي. بالنسبه للمكونات كلهم غادي تلقاوهم من تحت في صندوق الوصف مكتوبين، كل مملحه غادي تلقاو المقادير ديالها مكتوبه. هنا خديت ميني برجر غادي نقسموهم على جوج، وغادي ندهنوهم بصلصه المايونيز. تقدروا تدهنوهم حتى بكيتشوب، كيبقى لكم الاختيار. كنوضع قطعه من الخس وواحد دائره ديال الكفته وواحد المربع من الجبن. كنرد عليه الطرف الثاني ديال الخبز وكنتبتو بواحد العود، وزيت حتى واحد الزيتونه من الفوق غادي تشوفوها في الطبق ديال التقديم. وكنقدموهم بالصحه والراحه. دابا غادي نمروا مع المملحه الخامسه او الاخيره، وهي لي فيغين مالحين. عندي هنا 2 ديال البطاطات اللي مسلوقين في الماء والملحه. عندي 3 ديال الجبن مثلثات، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون. وغادي نضغط على البطاطا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف هنا المعدنوس المجفف او البقدونس المجفف. غادي نخلطهم كيجي بهذا الشكل هذا. واخا ما يتعجنش مزيان، واخا يجيو باينين فيه ديك الجبن ماشي مشكل. غادي نغطيه ونخليه حتى يبرد باش نقدروا نشكلوا منهم كويرات. هنا في واحد الهشوار وضعت فيه سوريمي، وقطعت فيه الزيتون الخضر. انا كنت بغيت الصراحه كنت بغيت الكورنيشو، ولكن قلبت عليه لقيته كامل في المحلات كاملين عامرين الشراب. المهم استغنيت عليه. هنا من بعد ما كنطحن السوريمي والزيتون ضفت الجبن الابيض وغادي نطحنوا مع بعضياتهم. كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي ومتماسك في نفس الوقت. عملته في واحد البوش وغادي نعمر بهم هاد الكويسات هادو صغار. غادي نعمر غير الثلث. هنا خديت اللوز اللي عندي محمر ومهرمش. غادي نزيد عليه رقائق ذره يعني كونفليكس اللي غادي نهرسو في واحد البلاستيكه، وغادي نضيفو على اللوز اللي عندي محمر. غادي نبدا نشكل في هاد البطاطا. غادي نشكلها على شكل كريات يكونوا متوسطين اللي يقدروا يعني يدخلوا لي في ديك الكؤوس الصغار. غادي نفندهم في ديك اللوز ورقائق ذره، وغادي ندخلهم في ديك الكويسات بهذا الشكل هذا. هاد البطاطا كتجي لذيذه بزاف، واللي دقها ما يعرف باش مخدومه. جربوها كتستحق التجربه. وهنا غادي نزينها بهذا القمرون اللي شحرته من قبل، وكنقدموه بالصحه والراحه. كيف ما كتلاحظوا بلاطو هماوي. نقدموهم في المناسبات، الاعراضات، اعياد الميلاد، وحتى في السهرات رمضانيه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه والتتبع. شكرا، والله يجازيكم بخير على تعليقكم وتشجيعاتكم ودعمكم للقناه ديالي. وكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.